بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. بنجدد الترحيب بيكم على قناة أبرار التعليمية والتجارية. النهاردة هنقدم إن شاء الله الدرس الثاني في مادة الأمن السيبراني المقررة على المدارس الثانوية التجارية، مناهج تعليم تجاري، فني سكرتير وفني كاتب حسابات وفني مبيعات. طبعا انا حاطه رقم الموبايل اهو علشان اللي حابين التواصل او الاستعلام عن اي حاجه، وكمان رقم الايميل او عنوان البريد الالكتروني بتاعي لو حضرتك حبيت تبعت لي اي مواد علشان اشرحها، عشان انا طبعا مش مجمعه كل المعلومات او كل الكتب مش معايا. قبل بداية الفيديو طبعا خالص تعزينا لأهالينا في غزة، ربنا يتقبل شهدائهم في جنة الخلد بإذن الله. اللهم النصر لغزة، اللهم أمين. ويلا بينا نشوف الأساسيات، وهناخد الدرس بتاع النهاردة بمزيد من الشرح للتوضيح، لأن الكتاب فيه كلام كتير قوي مبهم، فأنا حبيت أن أنا أوضح المعلومة وأبتدي أبسطها للفهم. هنبتدي ناخد التهديدات أو أهم المفاهيم المتعلقة بالأمن السيبراني. طبعا المفاهيم ده أنا أخدتها في الفيديو اللي فات، وأنا هسيب لحضرتك الرابط في أسفل الفيديو ده علشان تجمع المادة العلمية كلها. وأخدت حوالي 4 تعريفات، وهنكمل 3 تعريفات كمان، يبقى 7 تعريفات للأمن السيبراني سب سيكيورتي. أهم المفاهيم المتعلقة بالأمن السيبراني كلمة التهديدات السيبرانية. كلمة تهديدات سيبرانية يعني تهديدات جاية من عن طريق الإنترنت أو طريق الشبكات. طبعا اللي بيهدد الشبكات دي حضرتك مش شخص عادي، ده شخص بيتميز بأن هو بيقدر يسيطر على النظام جوه الشركة وبيستطيع إتلافه، اللي هو بالمعنى البلدي اللي هو احنا بنسميه هاكر. يبقى حضرتك اي تهديد بيجي من ناحية الانترنت او استغلال المعلومات ده بسميه تهديدات سيبرانية. يبقى مجموعة التهديدات التي تتم من خلال الانترنت بهدف، ليها طبعا هدف مادي، الاستغلال المادي او التدمير. طبعا ده هاكر غير اخلاقي اللي بيعمل كده ويبتدي يصوب تهديداته او كل معلوماته ان هو يدمر نظام شركة قائمة، بحيث ان انا استغلها وادمر سمعتها في السوق، او استغل المعلومات الحساسة داخل النظام الخاص بيها استغلال سيء، او ان احد المنافسين عايز يوقع الشركة فابتدي يأجر هاكر يدخل على الشبكة الرئيسية للمعلومات للشركة وبيبتدي يسرق منها كل المعلومات والبيانات، بحيث ان هو يبتز الشركة دي ويضعف مركزها في السوق. نيجي بقى التعريف رقم 2، الثغرات السيبرانية. يبقى كلمة أي نظام في الدنيا طبعا الكمال لله وحده، أي نظام لازم يبقى فيه ضعف، لازم يبقى فيه ثغرة. بيستغل طبعا الهاكر بيدرس النظام الخاص بالشركة كلها، وبيبتدي نشوف نقاط الضعف والقوة. يعني الهاكر ده مش أي حد، ده شخص بيبقى دارس وعارف ومعاه الأجهزة بتاعته. وطبعا لو في مجال التوسع ده في بعض المعاهد في أمريكا بتدي شهادات متخصصة وبتدي رخصة للهاكر، ولازم يدخل على مجموعة من الاختبارات. طبعا الهاكر دول عندي أنواع، وطبعا في بعض الشركات بتطلب هاكر بس مش بالاسم ان هو هاكر، لا، بتطلب هاكر أخلاقي اللي هو بسميه مهندس اتصالات أو مهندس حماية الشبكات. طبعا الهاكر بيبتدي يدرس كويس قوي نقاط الضعف جوه النظام الأمني للشركة، وبيبتدي يدور على نقطة يقدر يدخل منها علشان يدمر لها النظام كاملا ويدمر المعلومات اللي عندها. طبعا والتهديد ده بيجي عن طريق الفيروسات، عن طريق الدودة مثلا، عن طريق برامج خبيثة جدا بيبتدي يدخلها للجهاز وابتدي تتلف كل المعلومات وكل البيانات. واحيانا قد تكون معلومات حساسة جدا ما ينفعش اي حد يطلع عليها، فهو بيبتدي يسحبها على اسطوانة ويبتدي يبيعها ويستغل ويبتز بيها اصحاب الشركة. نيجي بعد كده التعريف رقم 3، الحروب السيبرانية. طبعا كلمة الحروب زي ما في حروب اقتصادية وحروب عسكرية وحروب بيولوجية، عندي برضو هنا الحروب السيبرانية، ان انا حضرتك
نوع من أنواع الصراع الدولي بيكون فيها الطرف اللي هو الخاسر هو اللي بيتم تدمير الشبكات الخاصة بيه، ويتم إلحاق خسائر فادحة بالطرف الآخر. يبقى في الحرب أنا بستخدم كل أنواع الأسلحة. طبعا الحرب سواء كانت الأسلحة مشروعة أو غير مشروعة ببتدي أستغلها بحيث إن أنا ألحق الضرر والخسارة بالطرف الآخر. طبعا عشان يتحقق الأهداف اللي أنا بعملها في الأمن السيبراني، عشان أحافظ على البيانات أو أحافظ على المعلومات بتاعتي، لازم في مجموعة من العناصر الأساسية لازم أستغلها علشان أحافظ على النظام الأمني داخل الشبكة أو داخل الشبكات المتعلقة بالحاسب الآلي. أول حاجة الأشخاص، بيتطلب الأمر من الأشخاص، يعني أنا بنبه الأشخاص إن حضرتك ما تعملش الحاجة دي عشان الحاجة دي غلط، والحاجة دي قد تؤدي في النهاية إلى اختراق الحاسب الآلي الخاص بحضرتك أو اختراق الموبايل وسرقة كل البيانات اللي عليه، وبالتالي حدوث تهديدات وابتزاز واستغلال مادي، والموضوع بعد ما كان مجرد ان هو بيبتدي بلعبة بيتحول لجريمة. يبقى طبعا انا بنبه على الاشخاص من مستخدمي البيانات. اي حاجة حضرتك بتتداولها جوه الموبايل الخاص بحضرتك ده اسمها بيانات ومعلومات وانظمة. التطبيقات دي والابليكيشن ده نظام. تمام. وطبعا لازم ان انا اسمع تعليمات المهندس الاتصالات اللي هو متعلق بالامن السيبراني. زي ايه بقى حضرتك؟ اول حاجة علشان احافظ على الجهاز بتاعي او احافظ على الفون بتاعي لازم اختيار كلمات مرور تكون قوية، وما ينفعش ان انا اخمنها. يعني الهاكر بيبتدي يضرب مثلا في بداية دخوله على اي موقع سواء فيسبوك عايز يهكره فيسبوك او تويتر او اي حاجة، بيضرب ارقام مثلا ارقام متسلسلة. لو في مجال الشرح بتوسع طبعا ان شاء الله مش هتأخر. يبقى بنحذر حضرتك لازم وانت بتدخل على اي موقع جوجل فيسبوك لازم اختار كلمات قوية يصعب تخمينها، تكون بعيدة عن عيد ميلادك واعياد الجواز، وتكون مش مشهورة قوي وما ينفعش ان انا اخمنها. ولازم عشان تبقى كلمة المرور قوية لازم يكون فيها ارقام وحروف وحروف كابيتال وفواصل يعني وشروط وحاجات من كده عشان الكلمة يصعب تخمينها. رقم 2 عندي علشان احافظ على الموبايل او احافظ على الموقع واحافظ على الصور احافظ على اي حاجة، ما افتحش اي رابط مجهولة، لان الهاكر بيبعت لك الرابط في هيئة رسالة. في بداية الرسالة بتبص لاولها مثلا HTTPS خلاص، وبعد كده سلاش 2 سلاش ونقطتين فوق بعض. ده موقع طبعا انت ما بتاخدش بالك اذا كان الموقع ده موقع حقيقي ولا موقع وهمي، وبالتالي بتدوس عليه فبالتالي هو بعت لك فيروس جواه، فالفيروس بيخترق وبيتكاثر بطريقة رهيبة وبيدمر لك كل المعلومات والبيانات الخاصة بالنسخة، وبيسرق الصور يعني بيدمر الدنيا. يبقى احنا بنحذرك من الكلمات المرور، ما تكتبش كلمة مرور لأكتر من تطبيق كلمة واحدة. ما تسمحش بتنزيل الروابط الخارجية، ما تفتحش تطبيقات غير معروفة. حقق درجة أعلى من الأمان للموقع. عفوا. كمان الرسائل المرسلة إليك بالبريد الإلكتروني، بعمل كمان نسخة احتياطية من البيانات. وطبعا لازم في الشركة ان انا بعين اشخاص لديهم القدرة على التدخل السريع لمواجهة التهديدات، لان بمجرد حدوث التهديد بيسمع في اماكن كتيرة قوي، فحضرتك عقبال ما بيتم اكتشاف مكان الضرر فين بالظبط وبتبتدي تتصرف بيكون تقريبا 90% من المعلومات بتكون اتدمرت او تم اتلافها او تم سرقتها. فحضرتك لازم يكون عندك قدرة على التدخل السريع لمواجهة أي خطر خاص بأمن البيانات أو أمن الشبكات. رقم 3 للتكنولوجيا طبعا دور هام جدا في حماية الأنظمة. يعني حضرتك احنا عاملين نظام شبكات ومتكلف جامد وأنظمة أمان
وانظمة مش عارف ايه يعني انا مأمن نفسي جوه الشركة تمام. تمام، بس حضرتك كل شوية بيطلع تكنولوجيا جديدة بتقوي جانب الأمان وجانب الحماية. زي ايه حضرتك؟ ده أنا بتعامل أو بعتمد على برامج حماية اسمها جدران الحماية، أو في برنامج اسمه الجدار الناري. طبعا مفيش أي هاكر بيقدر بيحاول يخترقه طبعا، ولازم يكون عندي برامج مكافحة الفيروسات. دي حاجات أساسية على أي برنامج بيبقى متصل بالإنترنت في الشبكات. لازم يبقى انا مأمنة الجهاز ده بعدة خطوات. الجدار الناري ده عبارة عن عدة خطوات كتيرة قوي، ويكون عندي برنامج مكافحة الفيروسات، وابتدي اتأكد ان مكافحة الفيروسات دي شغالة مش بتتعطل. النقطة اللي بعد كده الأنشطة والعمليات، دي نقطة رقم 3 في ازاي ان انا آه، اوقف التهديدات السبرانية. يبقى يجب توظيف الأشخاص المؤهلين من حيث الكفاءة العلمية، طبعا متدربين كمان على صد الهجمات ومنع انتشارها. طبعا في معاهد متخصصة في أمريكا وبعض دول أوروبا بتخرج هاكر بس بشهادات ورخصة طبعا، ولازم يجتاز حوالي 3 امتحانات أو حسب معلوماتي 3 اختبارات صعبة قوي عشان يبقى هاكر ومعترف بيه. طبعا الهاكر الرواتب بتاعتهم، الهاكر الأخلاقي الرواتب بتاعتهم رواتب خرافية، بس مش أي حد ينفع يبقى هاكر أخلاقي، لأن معظم الهاكر دلوقتي اللي هو السبام بيبقى هاكر مش أخلاقي، وتبقى بتستعين بيه بعض الشركات في إفساد الشركات المنافسة وتدمير مركزها. يبقى رقم 4 الدعم من الإدارة العليا. يبقى يجب أن يتمتع الناس أو الأمن السيبراني بالدعم التام والتأييد من مجلس الإدارة لضمان نجاح المنظومة. لأن حضرتك لو الأمن السيبراني اشتغل لوحده مش هيعرف يعمل أي حاجة، لازم يتكاتف مع كل الهيئات جوه الشركة، علشان لو سمعنا أي تهديد بيسمع بسرعة قوي فعلا الشركة ما تنهارش وكله هيتأثر من انهيارها. النقطة اللي بعد كده السلطة، يجب تعيين شخص مسؤول عن تنفيذ برامج الأمن السيبراني وتحديث البرامج باستمرار علشان أضمن أعلى كفاءة ممكنة للأنظمة الخاصة بيا، ومنعا لتعرضها لأي هجمات أو أي تهديدات. النقطة اللي أنا هتكلم عليها باستفاضة شوية أبعاد الأمن السيبراني. يعني أنا بستفاد في الأمن السيبراني في إيه، أو إيه أضرار الأمن السيبراني، أو مثلا أنا بستغل الأمن السيبراني في إيه. تمام. أول حاجة ليه أبعاد بعد عسكري، نتيجة أن القوات المسلحة بتتعامل بين الأفراد القوات الخاصة بها بنظام معين للاتصالات بالشفرات. فالنظام ده لو تم تهكيره بواسطة العدو طبعا هتبقى مشكلة كبيرة قوي دولية، والنتائج بتاعتها مش هتبقى كويسة. البعد السياسي طبعا، لما انا ببتدي اروج اخد معلومات، اسحب داتا من شركة، اسحب داتا من دولة، وابتدي اهددها بيها، وابتدي اقول لها ده هيحصل مشكلات وهنستغل الموضوع ده المعلومات دي لصالحنا. طبعا بيأثر على مراكز الدول او مركزها السياسي بينها وبين بعضيها. عندي كمان بعد قانوني وبعد اقتصادي وبعد اجتماعي. البعد القانوني ظهرت مجموعة من التشريعات اللي بتجرم الابتزاز والتهديد وسرقة المعلومات. يعني لو حضرتك تم اختراق الموبايل وتم سرقة الصور أو أي رسائل خاصة من على الموبايل، فحضرتك لو رحت قدمت بلاغ لشرطة الإنترنت، فالشرطة هتبتدي تتعقب الجاني ده وابتدي ياخد يتحاكم. طبعا في الأول ما كانش موجود حكاية المحاكمات، لأن التشريعات دي جديدة خاصة بالتطور التكنولوجي. زي ما تطور الأمن السيبراني تطور كمان التشريعات القانونية للمحافظة على الأفراد. عندي بعد اقتصادي وبعد اجتماعي. البعد الاجتماعي الخاص بالتواصل على الشبكات والمنصات الاجتماعية، هو ده لازم ابتدي احميها من الاختراقات، لان الناس بتبقى حاطة بياناتها الشخصية على التواصل الاجتماعي زي الفيسبوك وتويتر والحاجات دي. فانا لازمني المعلومات بتاعتي تبقى مشفرة تماما بين الطرفين، يعني محمية، ما تكونش مخترقة، لان في ناس بتبقى
مستنية ان احنا الشركات تبيع البيانات الخاصة بالعملاء مقابل مادي، ودي طبعا حاجة مش كويسة يعني نهائيا. فاحنا قبل ما ندخل اي تطبيق لازم نشوف سياسة الخصوصية، هل هو بيسمح ببيع البيانات الخاصة بالعملاء أو استخدام البيانات الخاصة بالعملاء زي الفيسبوك كده، ولا لا يسمح. في بعض البرامج يا جماعة الخاصة بتحرير الصور، البرامج دي برامج هاكر. طبعا بالمطلب الأساسي والأولاني البيانات الخاصة بالاسم والسن والجنس والحاجات دي كلها. أي حد بيجمع منك بيانات طبعا حضرتك اقفل التطبيق وما تحاولش تحمله تاني، لأنه برنامج أو برامج بتبقى هاكر. البعد الاقتصادي ان احنا قلناها، لو اي مشكلة اقتصادية بنجمع عنها بيانات ونبتدي نظبط المعلومات دي بحيث انها تطلع بشكل بيضر الامن القومي للبلد، فمش تبقى حاجة كويسة للبلد لو تم تهديداتها باستخدام البيانات والمعلومات والتكنولوجيا الخاصة بيها. طبعا ده كان فيديو بسيط قوي، حاولت انا اتوسع حاجة بسيطة قوي عشان ما يبقاش ما طولتش، عشان الفيديو ما يبقاش دمه تقيل. ده كان شرح مبسط قوي للدرس التاني في الامن السيبراني. زي ما حضرتك شايف المادة سهلة ولذيذة قوي، وان شاء الله لو في فرصة انا هديك كورس كامل عن سايبر سكيورتي الامن السيبراني، وازاي حضرتك تبقى توصل للمراكز اللي هي خاصة بتبقى هاكر لو حضرتك حابب المجال دوا. بإذن الله هدي كورس في الأمن السيبراني. ده كان شرح فيديو جديد، بشكركم على حسن استماعكم والوقت اللي احنا قضيناه مع بعض. كنت معاكم النهاردة محاسبة هبة فتحي من قناة أبرار. أتمنى الفيديو يكون نال على إعجابكم. ما ننساش طبعا الاشتراك وتفعيل الجرس والتفاعل طبعا، لأن التفاعل سيء جدا موقع القناة بطريقة صعبة قوي، والفيديوهات مش بتوصل ناس كتيرة قوي. طبعا ده حاجة مش كويسة، لأن الفيديوهات دي يعني حقيقة يعني بالله دي بتاخد وقت طويل أو جهد في تنظيمها وترتيبها، وناس كتيرة بيعملوها. فحضرتك مش عايزين منا غير ان حضرتك تدوس مثلا اعجاب، تبعت تعليق، حاجات بسيطة قوي هتساعدنا ان احنا نستمر بإذن الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.